السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي فراويلة، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايب قلبي. ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة اللي بتكبر خاطري، واقفين في ظهري بعد رب العالمين. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايبي. طبعا يا حبايبي انتوا، انا بشكركم بقى عشان خاطر انتوا تقوموا لي القناه بعد طبعا الانذارات والمخالفات. يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم. بس هم حبايبي بيعملوا كده عشان خاطر فراوينا برضه معلمه على قفاهم، فهم شغالين انذارات وشغالين مخالفات. بس اللي معاه ربنا ما يخافش من حد. تعالوا يا حبايبي نمسك بقى موضوعنا النهارده، هنتكلم على ايه؟ وتعالوا يا حبايبي نمسك موضوع. نمسك موضوعنا بقى يا حبايبي على ايه؟ على ام جنى. طلع علينا ام جنى يا حبايب قلبي. يا لهوي، اخاف واكش من ده الوش. جايبالنا يا حبايبي انجر قرص بتاعه القرافه، كان باين عليها طالعه على القرافه بتزور حد، وكوبايه الشاي باللبن، وقاعده تعمل الاستباحه. على مين؟ على قنوات النقد. خير اللهم اجعله خير يا ام جنى. طلع حبايبي تبرر طبعا لمتابعينها، هي بالمخالفات ومش المخالفات. وطبعا القناه طبعا اللي طبعا ضرت قناتها، القناه الصغيره. انا مش عايزه طبعا اذكر اسامي قناه، طبعا كل الاحترام والتقدير ليهم كلهم. وطبعا طلعت تبرر القناه، وطلعت تقول انا مش قطعت ارزاق، ده هما اللي بيتكلموا عليا، ده هما اللي بيجيبوا سيرتي، ده هما انتوا لو ماشيين يا حبايبي واحدة اديتكوا على قفاكوا، مش هتعملوا فيها تجيبوها من شعرها، لا ده انا هجيبها من حتة تانية، لا مؤاخذة يا ام جوجو. وبالذات الحتت ما شاء الله كتيرة عندك. انا مش هجيبها من شعرها، انا هجيبها بقى من حتة تانية. ايوه، محدش يقدر. المهم يا حبايبي، وعمالة طبعا تدي طبعا في تهديدات وانتوا ما فيكوش عيوب. لا، كلنا فينا عيوب يا ست الكل، كلنا فينا عيوب. بس الحمد لله احنا ما بنعرضش حياتنا على الملأ. انت طالعه سنه اسنانك على قنوات النقد، وطالعه مبهدلاهم، وقنوات الشراشيح وقنوات الخرا وقنوات الجله والقنوات. لا يا ست الكل، قنوات النقد دي قنوات محترمه. مين اكبر قناه لاصغر قناه، ليهم كل الاحترام. زيك زي غيرك زي غيرك زي غيرك. هو عشان خاطر بيسلطوا الضوء عليه القنوات الكبيرة، انتوا مش قابلين، انتوا مش قابلين. فدي حاجة ترجع لكم. وانا ما بقطعش ارزاق حد، لا يا ست الكل، انت اكتر واحدة بتقطعي ارزاق الناس، ومعروفة عنك بقطع الارزاق. ونصيحة، أنا مش عايزة القنوات تتكلم عليا لا بحلو ولا بوحش. اللي خايفة على قناتها لا تتكلم عليا لا بحلو ولا بوحش، عشان خاطر أنا اللي هيتكلم عليا بحلو ولا بوحش أنا هديله إنذارات وأقفل له القناة بتاعته. طب يا ست الكل، احنا سمعنا نصيحتك وما اتكلمناش عليك يا ست الكل. ده انت بتطلعي تنكشي في القنوات عشان تجيب سيرتك. ده انت اما في قناه بتزبلك بتطلعي تنكشيها عشان تجيب سيرتك، بتطلعي تعملي حوارات وافلامانات عشان القنوات تجيب سيرتك. يوم ما اتضربتي في الشارع وقلعوك الطرحه، نشدتي مين انت وبقيتي تقولي الحقوني يا قنوات النقد؟ هو في ايه بالظبط؟ مش ساعتها كانت قنوات النقد دي اللي انت طلعتي بقيتي عماله الحقوني وصوروا ونزلوا واعملوا؟ مش هي هم برضو كانوا قنوات النقد اللي طالعه النهارده تهدديهم لا يجيبوا سيرتك لا بحلو ولا بوحش، اللي خايفين على قنواتهم؟ وانت مش خايفه على قناتك؟ انت هتاذي هتلاقي اللي يأذيكي، صدقيني والله. انت اذي وهتلاقي اللي يأذيكي. اعملي ما بدالك، اعملي ما بدالك. انت مش من كام شهر يا ام جنى ساعة مشكلتك مع ام مشروق وطلعتي قلتي انا عايزه القنوات تتكلم وبيشهروني؟ وايوه فعلا، وبالفعل فعلا قنوات النقد بتشهرك لما القنوات بتتكلم وبخش المتابعين
يسمعون، بيجروا يتفرجوا على فيديوهاتك، بيزودوا لك المشاهدات، وبتروحي اخر الشهر تقبضي من على قفا المتابعين ومن على قفا القنوات. فليش معنى دلوقتي بقى اللي مش عايزه القنوات تتكلم وانا في حالي وما بجيبش سيره حد وانا قاعده في حالي؟ لا يا ست الكل، ده انت اكتر واحده ملقحتيه بتطلعي تلقحي بالكلام، واكتر واحده بتكتبي منتديات تلقيح، واكتر واحده مش سايبه حد في حاله. ده انت بتخشي كومنتات وتكتبي وبتثبتي تعليقاتك، وبتخشي تطبلي ورا القنوات اللي بتبقى بتذم في اختك ام راوده، وفي ده وفي ده وفي ده. فين ده اللي انت قاعده في حالك؟ وفين ده اللي انت مالكيش دعوه بحد؟ واللي بيأذي بيتأذي. هي الست اذتك في ايه اللي انت ضريتيها في قناتها؟ الست اذتك في ايه؟ ويا ستي لو هي مؤذيه بالفرض، خليك انت احسن منها، خليك انت احسن منها، هيبقى اجرك عند ربنا احسن منها. ما تاذيش حد، ما تعامليش حد بمعاملته، ما تعامليش حد بمعاملته الوحش، انت ما تعاملوش بالوحاشه، خليك انت احسن منه. وطبعا يا حبيبتي يا ام جنى، انت طبعا طالعه تتكلمي وبيفصصوا لي قناتي وبيفصصوا لي فيديوهاتي. طب ما تحترمي عقول المتابعين، انت عارضه حياتك على الملأ، فطبعا المتابع ليه الحق ان هو، والقنوات ليها الحق ان هي تطلع تقول اللي هي شايفاه. وبرضه بيخش لك كومنتات بتهاجمك، مش قنوات النقد بس، وبالعكس ان انت بتثبتي لهم التعليقات السلبيه وبتثبتيها على الفيديوهات بتاعتك. طب ايه الفرق بقى ما بين التعليقات السلبيه وقنوات النقد؟ ايه الحرقه اللي انت طالعه محروقاها قوي من قنوات النقد؟ محروقه قوي وسنه اسنانك عليهم ليه؟ عشان صوتهم مسمع، صح ولا لا؟ انت كل اللي معفرتك يا ام جنى ان قنوات النقد اخر الشهر بتقبض. لا انا مش هسمح لحد يقبض من على قفايا يا ستي. وانت معلقه ومثبته تعليق لواحده بتقول لك محتواكي معفن، وانت ست معفنه، وانت ست محتواكي زباله وغلطانه فيكي ومطلعاكي مسرح. بس انت على قلبك زي العسل ومثبته لها الكومنت بتاعها. ليه بقى؟ عشان صاحبه الكومنت ما بتقبضش اخر الشهر، لكن قناه النقد بتقبض اخر الشهر. انت مش عايزه حد يقبض ولا عايزه حد يسترزق، انت عايزه انت الكل في الكل، وانت اللي طول عمرك تقبضي وتعلي وتعلي من على قفا الناس ومحدش ياكل عيش. والقناه اللي تلاقيها بتاكل عيش عايزه تتفسي بيها الارض. بس انا احب اقول لك ربنا كبير وربنا موجود. طب ما انت الاول طلعتي على قفا عم فاروق وفاتن وكل اللي تبعهم وطلعوكي وكبروا لك قناتك. الناس ما طلعتش ليه تهددك وتقول لك اتكلمي وما تتكلميش، واحكي وما تحكيش؟ احنا ممكن نشد بلاستر على بقنا ولا يعنينا، لان احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في اسلوب عفانه واسلوب بهلوانات. احنا ما بنتكلمش في شهاده دكتوراه بتتسلم، ولا في بنتكلم في حاجه عدله يعني. احنا كلامنا كله على محتوى ملوش اي اساس، فاحنا عادي ممكن ما نتكلمش، مش هتفرقي معانا صدقيني. بس قناتك هتقع صدقيني، قناتك هتقع. فبلاش بلاش تخشي عند مع القنوات وتغلطي وتطلعي بالاسلوب دوت، عشان اسلوب مش حلو خالص يا ام جنى. اللي بيوزع الارزاق رب العباد وقادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء. ما تستكبريش وما تخليش الفلوس تعمي عينك، عشان الفلوس ما بتدومش. محبة الناس هي اللي بتدوم، ولمة الناس حواليك هي اللي بتدوم. وانتي طالعة النهاردة تنطحي في الناس كلها، وكل اللي يكتب لك تعليق على اخواتك عمالة تخبطي في هنا وتخبطي في هنا، ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ ولما الناس تطلع تتكلم لا ما حدش يجيب سيرته، ما حدش ياكل عيش على قفايا. قفا مين؟ قفا مين؟ ناكل عيش ايه؟ ده العيش اللي احنا هناكله هينزل في بطننا سم، واحنا بناكل حاجه عدله؟ انت بتتكلمي ازاي يا ست الكل؟ هو فين محتواكي ولا فين اللي انت بتعمليه؟ اهدي كده على نفسك وصلي على النبي، وما تخليهاش تهب منك، عشان ما تقعيش تحت ايد حد يخليكي تكرهي نفسك. والله العظيم بجد، عشان المفتري برضو ربنا بيبعت له المفتري اللي اقوى منه، عشان ما تقعيش تحت ايد حد ما بيرحمش. فارحمي عشان ربنا يرحمك. طبعا يا حبايبي طالما اتكلمنا على ام جنى لازم نقلب على ام راوده. اول واحده حبايبي، انا واحده من الناس، انا كنت من معجبين ام راوده،
وكنت بحترمها جدا وكنت بشكر فيها جدا جدا، وفيديوهاتي موجودة. كنت بقول ست نضيفة غير اخواتها، ست غلبانة ما تسيبهاش يا عبد الله. ولما عبد الله سحب الدعم منها في الاول، انا طلعت وعملت فيديو قلت له لا ما تسيبهاش الست غلبانه، وكنت معاها قلبا وقالبا. حلو الكلام. ما جت بقى المواضيع تطورت وجي بقى موضوع عبد الله والدهب والكلام ده، نصحتها مره واتنين وتلاته ما قبلتش النصايح. خلاص انا بقيت اتكلم عادي واعمل فيديوهاتي واعمل بثاتي ومليش دعوه. بس طبعا يا حبايبي احب اقول لكم ان مراوده طلعت الطينه من العجينه. طلعت طبعا لا، انا طبعا نظرتي فيها اتغيرت جدا جدا جدا. طب يا ست الكل، انت طلعتي بالعريس الفيك وطلعتي بالترند بتاع العريس والحوار اللي عماله تتحكي على المتابعين بيه. الناس مالها؟ المتابعين مالهم؟ صحابات قنوات النقد مالهم؟ تتجوزي تتطلقي، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ انت طالعه تلعبي في حواجبك، وطالعه تردي على الكومنتات السلبيه، وطالعه تغلطي في المتابعين، وطالعه فرده جناحك على المتابعين. واحنا هنلاقيها منك ولا من اختك يا ام راوده؟ يخرب بيوتكم ايه؟ ماسوره مجاري طافحه في اليوتيوب ولا ايه؟ ما كفايه علينا اختك والتهديدات، هتبقى انت واختك؟ لا ده يبقى كتير علينا قوي قوي. ده ناقص كمان تطلع بره عبد التواب الجن تدينا كلمتين كمان، هي دي كمان اللي ناقصنا. المهم يا حبايبي، طالعه طبعا بحواجب، وطالعه طبعا تغمس في عينيها، والمتابعين تتكلم وتقرا الكومنتات وانتم مفروسين وانتم متغاظين. هوبا يا حبايبي التليفون ضرب. مين؟ ايوه، الو. الو، يا لهوي على كلمه الو دي، دوبت قلبي دوب، دوبت قلبي دوب. المهم، ايوه يا حبيبي، ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ على فكره دي طنط ايمان. هم احنا كنا قلنا لك مين اللي بيكلمك؟ احنا كنا قلنا مين اللي بيكلمك؟ على فكره حبايبي دي طنط ايمان، وطنط ايمان هتقول لكم كلمتين. طب نسمع طنط ايمان. رحنا كلنا طبعا سيخنا ودنا يا حبايبي، ودينا ودننا لطنط ايمان. راحت طنط ايمان ايه هتديها النصيحه: ما تطلعيش بفلتر، ما تحطيش روج. قالت لها لا يا طنط ايمان، انا ولا هعمل فلتر ولا هحط روج. وهي طبعا حاطه الروج، حاطه الروج في مسرحيه محمد صبحي، في مسرحيه التخاريف، الروج في بقها قد كده. ما علينا يا حبايبي. طب يا طنط ايمان، بدل ما تطلعي اما تتجوزي ان شاء الله زوج المستقبل تبقي تحطش الروج معاه. الله 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 عليك يا طنط ايمان وعلى نصايحك الجميله. الله يا طنط ايمان. المهم طنط ايمان نصحتها ما تحطش الروج الا لما تتجوز العريس الجميل الصغنن هو كمان. وهي طبعا قبلت نصيحه طنط ايمان. طب يا طنط ايمان قولي لها بطلي تغلطي في المتابعين، قولي لها تبطل ترد على المتابعين وتقل ادبها على المتابعين. المتابعين اللي رفعوا لها القناه بعد ما القناتين بتوعتها اتقفلوا، محدش وقف معاها الا المتابعين. اخواتها لحمها ودمها باعوها، مين وقف معاها الا المتابعين؟ يا جماعه العيله دي مالها بتاكل وبتنكر زي القطط ليه كده؟ انا مش عارفه بصراحه، العيله دي غريبه قوي. هي المتابعين اللي عماله تلعب لهم في حواجبها حاجب يمين وحاجب شمال وتغمس في عينها وعامله عمايلها. طب ما المتابعين اللي انت طالعه كيدي وتغيظي فيهم دول هم اول ناس اللي وقفوا لك القناه وشاهدوا لك القناه والارباح، وبقوا واقفين في ظهرك، بقوا واقفين في ظهرك قلبا وقالبا، وهم اللي وقفوا معاك وهم اللي كبروا لك قناتك. فليهم الحق ان هم ينصحوك ويقولوا لك لا، شوفي عيالك، حافظي على عيالك. مش عيب ولا حرام، اتقبلي النصايح، مش عيب ولا حرام. لا عيب ولا حرام طالما عرضتي حياتك على الملأ. انت اللي طلعتي ببقك وقلتي للمتابعين انا طالعه اخد رايكم وانصحوني في موضوع كذا كذا كذا. المتابعين ما طلعوا كلمه زي كده من بقهم، ولا قالوا لك كاني ولا ماني، والناس في منتهى الاحترام معاكي. انت اللي طلعتي شرطتي نفسك.
طبعا يا حبايبي طالعه ايه ده، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه ده يا حبايبي، ده مفيش النهارده كومنتات سلبيه. ايه ده، نايمين ولا واخدين بنج ولا ربنا بقى اتصرف معاهم؟ لا يا حبيبة قلبي، هما ما بقوش يخشولك لان اسلوبك في الكلام مش عاجبهم. انت بقى اللي طالعه تندهي عليهم. طب هما بطلوا يخشولك واسلوبك مش عاجبهم، انت بقى اللي طالعه تندهي على اللي بيكتبوا لك كومنتات سلبيه. ليه؟ عشان بيزودوا لك المشاهدات، صح ولا لا؟ ها؟ طب انت عايزه منهم ايه؟ بطلوا يكتبوا لك يا ستي، المفروض تبقي مرتاحه. انت طالعه تندهي بالبق عليهم، وفين بتوعات الكومنتات السلبيه مش داخلين لي ليه؟ ايه القدره اللي احنا فيها دي؟ وطلع طبعا انا نفسي يا حبايب قلبي كل واحد يخليه في حاله. الله، ما الناس في حالها. انت اللي طلعتي عرضتي عليهم مشكلتك، وانت اللي طلعتي عرضتي عليهم جوازك، وانت اللي طلعتي عرضتي عليهم طلاقك. هي الناس تعرف منين؟ ما الناس في حالها فعلا، انت اللي طلعتي عرضتي عليهم. انت عايزه ايه من الناس؟ وما الناس قالت لك رايها مش عاجبك الكلام، طالعه تبجحي وطالعه تتكلمي وطالعه مش عاجبك راي الناس. طب ما انت اللي طلعتي اتكلمتي، الناس تعرف من مين؟ الناس بتشم على ظهر ايديها ولا ايه؟ انت قلتيها ببقك. ايه رأيكم يا جماعة في واحد اتنين تلاتة؟ طيب اما الجماعة طلعوا قالوا رأيهم، طالعة تهاجميهم وطالعة تغلطي فيهم وطالعة مش عاجبك كلامهم. طب ما انت اللي قايلة رأيهم ايه؟ ما انت اللي قايله رايهم. انا لو طلعت قلت لهم يا جماعه ايه رايكم فيا، هعمل كذا كذا، انا بقى اتقبل بقى السلبي واتقبل الايجابي. ما انا اللي طلعت عرضت حياتي للملأ. الله، هو انت تطلعي نفسي تخليكوا في حالكم واختك نفسي تخليكوا في حالكم وانتوا ايه؟ طب ما انتوا اللي عارضين حياتكم على الملأ. هو احنا بنخش بيوتكم وبنكسر بيوتكم وبنخش نجيب الكلام من شققكم؟ ما انتوا اللي قاعدين مفخدين وطالعين عمالين تتكلموا. اهدوا شويه على نفسكم واشربوا شويه عصير مانجا كده تهدوا كده اعصابكم حبتين. والناس اللي كاتبالي احنا عارفين ان ده حوار ومش حقيقة، ده ترند. الله الناس دي من عندي اخواتي وحبايبي. ايوه، احنا اللي بنقول كده، احنا اللي بنقول ده ترند وحوار ومفيش منه الكلام ده، واحنا اللي بنقول عريس فيك. ايوه، احنا هو احنا بغباوتنا احنا ليكي حاجة عندنا؟ الله، احنا بنقول ان ده حوار ومفيش عريس ومفيش، ده انت عامله ترند انت وطنش ايمان، صدقيني والله. وطنش ايمان اللي بتساعدك برضو في الموضوع ده. حبايب قلبي ومتابعيني، برافو عليكم، شايفاكم منورين الدنيا كلها في كومنتات. ايوه ايوه، هو حوار وترند، وهينزل بصوا هينزل على ما فيش، ولا في عريس ولا في عروسه ولا في حاجه، صدقيني والله ما في حاجة، ده ترند وحوار من الدرجة الأولى. انت بتشدي المتابعين ليكي تاني. شكلكوا ايه يا حبايبي لما تلاقوني اتخطبت والموضوع بجد؟ شكلكوا ايه؟ لا لا لا، مالكيش دعوه بشكلنا، احنا هنحب ان احنا نتكسف، مالكيش دعوه بشكلنا، هنيجي نبارك لك وهنشرب الشربات، مالكيش دعوه مالكيش دعوه، احنا بس عايزينك تثبتي لنا ان الموضوع صح. احنا قابلين يا ستي ان يبقى شكلنا وحش، احنا عارفين ان احنا يبقى شكلنا وحش، واكسفينا بس، اكسفينا وخلي الموضوع بجد. واحنا اول ناس هنزغرط ونسقف وهنعمل لك احلى احتفاليه. واحنا في ديك الساعه لما نطمن عليك وربنا يستر عرضك لا طبعا احنا نفسنا ربنا يستر عرضك بصراحه. احنا نفسنا في اول ناس ان شاء الله هنفرق الشربات. بس حبايب قلبي، وربنا يستر عرض الولاية كلها يا رب ويعمر بيهم. ولو في صح عريس احنا نتمنى ان ربنا يسترها، وربنا يا رب يعمر بيها وربنا يبعت لها رزقها، واحنا نحب لها الخير لو في صح عريس. لكن بقى لو فيك زي ما احنا ما قلنا وترند زي ما احنا ما قلنا، فربنا يهديها لحالها، وربنا يا رب كده يهديهم ويهديهم لحالهم. وحبايب قلبي لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.